تجي كتلقاو الاغلبيه ديال مثلا التريدرز اللي هما تيضربوا النيت ديال بصح في برا المغرب، ما كنهضرش على المغاربه، كنهضروا ابار المغرب، يعني مراكنا اي دوله برا المغرب كتلقاهم كيتوجهوا لديك البلاد، ماشي حبا في ديك البلاد، ماشي لا واللايف ستايل داكشي لا، حيت تما ما تتخلصش، تما كتعيش مرتاح البال هادي ترونكيل، كتخلص اي حاجه كتخلصها في ديك البلاد، وما كاينش ضرائب، يعني كتخلص شي حاجه زيرو تاكسز، ما كاين حتى شي حاجه تماك بجا الاخوان. وفي نفس الوقت فلوسك انت اللي كاينين تما اللي كتدخل بالدولار تقدر انك تصيفطهم بلادك معزز مكرم. علاش؟ انت كتسمى واحد الانسان كيسيبورتي البلاد ديالو، ماشي انت هاربان من بلادك، بالعكس كتسيبورتي البلاد ديالك، كتدخل لهم الديفيز اللي هما اصلا عندهم فيه نقص في العمله الصعبه، حيت الاغلبيه في المغرب راه كاين غير الدرهم المحلي، انت كتسيبورتي بلادك بداك الديفيز اللي كتدخل في الكونت ديالك انت من برا المغرب. انت كيفاش غتقدر دير هاد العمليه هادي؟ حيت هادشي اللي انا في الاخر الاخوان باش ارتحيت في دماغي، هادشي اللي درت، الفكره انا اللي توصلت ليها ودرتها وناسبتني انا كهاد الانسان اللي كيهضر معكم، استقات مناسباني مليون في المية. وفي نفس الوقت راه كندخل الدولار للمغرب، واي حاجه مثلا تقدر تجيك ريفيزيون تجيك شي حاجه، عندك الوراق ديالك، عندك ما يثبت انك كتريدي ليغال، خدام ليغال، مثلا مع شركه التمويل عندي لي كونطرا معاهم وداكشي، الباي اوت ديال شركه التمويل تيدوزو، كاين لي تراس د هادشي كامل، يعني انت شنو كيدوز لك انت لا بنك ديالك دي ترانزاكسيون بالدولار للدرهم المغربي. في هذه الحاله هذه ما عندكش حتى شي اشكال، علاش؟ حيت الفلوس كديرهم برا المغرب، كتخلص برا المغرب وكتصيفط الدوفيز لبناتك. اما الا كنتي انت واحد الانسان اللي في المغرب ومقيم في المغرب وعايش في المغرب وكتدخل دوك الفلوس من برا الكونت ديالك اللي هو عادي كونت شيك ولا كونت توفير، حيت شي وحدين بعض الناس انا ما فهمتش واش تفهم لي كيدوز فلوس كونت توفير، علاش؟ الله اعلم، ما فهمتش علاش كتدخل الفلوس هاني. هنا فين كاين المشكل، هنا فين غتجبد عليك المشاكل، حيت دوك الفلوس انت في المغرب وكتدخل هاد الفلوس هادي، فهمتوا الدراري؟ انت كيفاش غيمشي هادشي؟ انت مبدئيا غتبدا مثلا مع شركه التمويل، غادي تدخل لا بنك ماشي مشكل، غتدخل لا بنك القدر اللي بغيتي، مثلا ما ديباسيش واحد 2 مليون في الشهر 3 ما معيقاش، يعني في العام الا كنتي مثلا في العام كدير واحد 20 كاتا 25 كاتا 30 كا ماشي مشكل، غتخدم ببالك مرتاح. ولكن اين فوا غتبغي انت تسكيلي وتطلع النيفو ديالك انت في الخدمه، هنا غتلقى مشاكل، حيت ما يمكنش انا مثلا كندخل في العام مثلا مليون ديال الدرهم وباغي انا مثلا ما نخلص عليها حتى شي حاجه، ولا جيت نخلص عليها لا يعقل اننا نخلص عليها 38%، يعني كندخل 100 مليون في العام، غتمشي لي منها 38 مليون بارده. وانتم عارفين مزيان ان الخدمه اللي كنديروا حنا في التريدين راه الفلوس راه ما ساهلاش باش كتجبدها، راه ما كاينش ديك فلوس سهله في الدومين، راه دغيا غنديروا الفلوس راه غادي تضرب الملاير، داكشي راه ما كاينش. اللي كيفكر بهذه الطريقه هذه غير عوج، ما عندك ما دير بهادشي. فلوس كيداروا شويه بشويه، دقه دقه حتى كتوصل لواحد الارقام اللي هي كبيره، اما من الديبار ارقام كبيره راه ما كايناش. لهذا شنو قلت لكم انا، غتخدم مع شركه التمويل بشويه عليك، كتدخل ارقام اللي هي صغيره كداوم عليها، فاش تلقى راسك انك بغيتي تبدا تطلع النيفو، بديتي كتسكيلي، بديتي لي فون ديالك كيتزادوا كيدوبلاو، كتوصل لواحد الارقام اللي هي كبيره كتمويلات، خاصك دير هذه المساله هذه اللي ذكرت لكم. اي كاع اغلبيه الدراري ديال الويب اللي معروفين خصوصا في المغرب خدامين بهذه الطريقه هذه، هما ما عندوش المساله انهم تخلصوا لي طاكس في المغرب، الفلوس حيت كيدخلوا من برا ما كيدخلوش في المغرب. مثلا الحاجه اللي كندخلها انا في المغرب في بلادي راه كنخلص عليها بطبيعه الحال، مجبر انني نخلص، ماشي مجبر، هذا راه القانون. بغيتي كنتي كتدخل دوفيز من برا، خدام برا مع شركات برا كتخلص بالدولار، راه ما يمكنش انني غادي ندوز دوك الفلوس للمغرب ونخلص لي طاكس في المغرب، حيت ما كاينش شي اطار قانوني. واخا تبغي انت دير اطار قانوني لهذا الشيء اللي كنديرو ما يمكنش غادي يكون، ما كاينش. اي انسان مشيتي عنده في القانون غتقول ليه خويا انا راه كنخدم مع شركه التمويل، راه كنجري لي فون ديالهم كيعطوني واحد البورسونتاج، عندي كونطرا، عندي هاد المسائل هادي، ما كاين حتى شي حاجه، ما تيبقى يشوف فيك بحال كتعاود ليه في شي حجايه ولا شي حاجه اللي ماشي نورمال، حيت هو بالنسبه ليه كاين امور اخرى اللي قانونيه شي كتقول فيه انت ما كاينش قانون ديالو باش يقدر انه يتاثر. المعمول اللي كدير انت شنو هو؟ كاينين وكالات اللي خاصين بهذا الامر هذا، انت كتدفع لهم، هما كيجهزوا لك كل شيء، يعني كيوجدوا لك اقامه ديالك، كيوجدوا لك كونت بونكير ديالك، كيوجدوا لك السوسيتي ديالك، انت كيكون عندك واحد الادريس ديالك،
ديال السوسيتي ديالك انت فين تكون، باش تقدر انك تخرج انت لهذيك البلاد اكس. انا ما نحددوش، ولكن الاغلبيه اللي فين كاين الكاليتي في هذا الشيء مزيان وتا العيشه زوينه، ما كاين لا عنصريه حتى شي حاجه كاينه في الامارات. ملي غتمشي لدبي هذا الشيء يعني التجربه ديالي باش كتقام عليا كتخلص 3 المليون العام، ما وصلش 3 المليون، 2000 وشي حاجه ديال الدولار في العام. فهمتوا الاخوان؟ هادشي اللي كتخلص فقط ما مديباسيش 3 المليون. كاين شي ناس يقولوا 5 المليون 6 هادشي راه ما كاينش. الاخوان الحل الثاني فوالا باش نكملوا النقطه ديالنا باش ما نهربوش عليها، كتدخل الفلوس ديالك تما، كتمشي الاقامه ديالك، عندك اقامه تما، عندك الامور ديالك كامله قانونيه. هنا شنو غادي دير؟ وبيان سيغ كتدفع لهم بانك راه كتخدم اونلاين، ماشي غتجي عند هاد لاجونس هادي السلام عليكم انا بغيت راه اش كندير، بغيت نجي تما كاين عندكم انا بغيت اقامه. لا، كيطلبوا لك كتعطيهم انفويسز ديال لي روتري اللي كدير انت. بحال مثلا كتخلص مع شركه التمويل، اي شركه تمويل كتخلص من عندها راه عندك انفويس ديال الخلاص ديالك، ما يمكنش حتى كتخلص غير هكاك. الامارات من اكبر الدول اللي ما كتعطيش اقامه اي واحد. انا جايك الهضره اخي محمد، علاش ما غاديش تعطيها لاي واحد؟ ماشي اي واحد ممكن ياخذها، ولكن هاد لوكا اللي شرحت لكم دابا هي فين تقدر تاخذها. خاصك تعطيهم بروف انك او موان هاد العام او العامين الاخره ديالك انت عندك انفويسز تكون ديباسي واحد 2000 دولار 3000 دولار في الشهر، كتجيك باي اوت وعندك الاثبات ديالها. كتجمع داكشي كامل، كتدفع هاد الامور هادي باش كتثبت انت انك راني خدام، راني كنربح، راني عندي شركات خدام معاهم. يعني كتثبت شنو كدير. ماشي انا غادي نجي عند الناس نقول لهم السلام عليكم انا راه بغيت اقامه، كنقول لك مرحبا بك جاي عندنا. راه لا، ما كاينش داكشي. هنا كيتسمى تخربيق، وهنا ما غتاخذهاش. هنا شنو كدير انت؟ كتولي كتعامل مع شركه التمويل، الكونت اللي عندك انت في دبي هو باش كتعامل. اي فيرمون غيدخل تما، كاين اللي عندك الكونت ديالك معزز مكرم، كاين اثبات باش داخل لك الكونت، امورك مزيانه طيبه، ما عندك حتى شي مشكل. وهنا في نفس الوقت فلوسك اللي كديرهم انت على برا، حيت كتولي من بعد كتولي مقيم تما، يعني عندك اقامه على برا. مادام عندي اقامه على برا وفلوسي كندخلهم على برا في واحد الكونت اللي هو اماراتي، ممكن يكون مع بنك اماراتي، ممكن يكون مع بنك اخر من غير الامارات، ولكن هو عنده فرع ديالو في الامارات، بحال سيتي بانكس، بحال بزاف د الشركات. ماشي ضروري شركه التمويل، هادشي كينطبق حتى على الكونت ديال البروكر ديالك انت. كلشي واضح. بغيتي تريدي بروكر مرحبا، بغيتي تريدي مع شركه التمويل مرحبا. يعني خصك غير تكون كتدخل الفلوس انت، ماشي انت غير شقات لك انت باقي ما كتدخل حتى حاجه، تمشي كتجري كدير في هادشي ما غادير حتى شي حاجه. ولو كاع انت تقدر انك توفق تاخذ يديروا لك هاد الاقامه هادي، ما غتستافد منها حتى شي حاجه. مشى تضرب دوره تما وتما راجع حالاتك بدون فائده. هنا في انا براسي شنو كندير في المغرب؟ انا كدير شركه ديال الكونسلتيون سيرفيس. كونسلتيون سيرفيس فقوه التعقيدات والمشاكل، حيتاش ما عندناش واحد الاطار اللي هو قانوني. اما هاد الشيء تما برا المغرب عادي نورمال، هما كيسيبورتيو هاد الشيء. حنا كنتمناو هنا لقدام هاد الشيء في المغرب ديالنا يولي مع المده مزيان، عنده قانون ديالو، كتعرف شنو كدير، يكونوا ضرائب اللي هي مزيانه، والانسان يبقى في بلاده وغادي يخدم مزيان ترونكيل. ولكن في نفس الوقت هذه راه ماشي ضد مثلا المغرب، ولا بالعكس انت راه كتسيبورتي المغرب انك تدخل العمله الصعبه. يعني انت راه كتولي تتصرف مبالغ اللي كبيره تبارك الله. كنت كتجيب سنويا 1 المليون ديال الدرهم، 2 المليون ديال الدرهم، 3 في العام، وكدوز فلوسك للمغرب. راك انت كتساهم بداك الدولار اللي كتصيفط. راه ماشي انت وماشي تهرب ضريبي ولا شي حاجه. هادشي قانوني مليون في المية. كتمشي الانسان اللي هو غيخرج برا المغرب تخدم على راسك وكتسيبورتي في نفس الوقت بلادك. يعني ماشي ما فيهش مشاكل ولا فيه شي مشكله ولا شي حاجه. هادشي جميع الناس اللي كاينين في الويب الاخوان خدامين بهذه الطريقه. ولكن تنمشي الناس تنهضر عن النصابه اللي كيضحكوا على بنادم، الناس اللي كيضربوا الفلوس ديال بصح كتلقاهم انهم كيسكيليو وتيخرجوا برا المغرب باش يخدموا مرتاحين بدون مشاكل. غير هذا الشيء ممكن انك تخدم بالكريبتو في المغرب وتصرف الصوت بقى يعيش في المغرب ترونكيل. اللي دخلتها تصرف اليو اس دي تي، ولكن هادشي فيه شويه المشاكل. راكم عارفين الكريبتو في المغرب فيه المشاكل، ما عندكش الحق انك تبيع وتشري في الصوت في لا كريبتو لا دولار لا اي حاجه. راكم عارفين البلان. هذه تنهضر في الناس اللي بغاو يخدموا ليغال قانوني،
تمتع بفلوسك اللي كتدخل في المغرب. ما كاينش اللي يقول لك شي حاجه علاش. حتى الا كانت شي مراجعه شي حاجه جاوك هاد الناس كيستفسروا على شي حاجه، عندك الاثباتات ديال هادشي اللي كدير. عندي فلوسي كندخلهم لبلادي، كنتمتع بهم. بغيت نشري ملك نشريه، بغيت نشري طوموبيله عجباتني نشريها، ندير اللي بغيت. انا كتولي ما مخلوعش، حيت انت ماشي كدير شي حاجه اللي ماشي نورمال. ولا راه التريدين راه حاجه اللي عاديه كدير. هذا هو في العالم كامل مزيان قانوني، الا عندنا في البلاد اللي باقي بهاد الامور اللي هي ما واضحاش. من غير لا بورصه كازابلانكا كتريدي في البورصه المحليه ديك، عندك الحق انك تريدي فيها عندك بدون مشاكل، ولكن هاد الشيء شويه باقي ما واضحش. في بلدان اخرين الخدمه ديالنا ليغال ترونكيل، ما فيهاش المشاكل، بين المصدر منين جاي والسلام عليكم. هادشي اللي كنشوف. هادشي في حاله الناس اللي بغاو يسكيليو، حيت ما يمكنش الاخوان انك داخل الدومين ديال التريدين وتبقى حاصل في واحد كا جوج كا ما لا حتى شي معنى. فهمتوا؟ هادشي اللي بغيت نوضح لكم الاخوان. يعني خاصك تسكيلي باش توصل لارقام اللي هي كبيره، تكبر النيتوركين ديالك. الا خرجتي برا المغرب راه كيكون عندك افاق اللي هي كبيره، كتلاقى مع ناس، كتعامل مع ناس. هو غير مقنن ماشي ممنوع. فوالا داكشي اللي كاين غير مقنن، ما عندوش واحد الاطار. هما راه براسهم باغيين يلقاو حل باش يولي بالنسبه للمغرب قانوني مقنن، ولكن باقي ما لقاوش الامور القانونيه اللي غادي، يعني النقاط اللي غادي يحطوا. ونقطه اخرى الاخوان، ما حدك انت محصور في المحيط ديالك راه ما عمرك كدير شي حاجه. الا بقيتي غير جالس ساد عليك في داركم، هذه الهضره تنقولها من زمان، ما حدك جالس ساد عليك في داركم، ما كتحركش، ما كتشوفش ناس، ما كتواصلش مع بنادم، ما كدير شي حاجه، راه ما عمرك انك غادي تزيد لقدام. هذه راه حاجه اللي هي حقيقه مره للجميع. ما يمكنش نبقى غير ساد عليا في دارنا وخدام من البيسي وما كندير حتى حاجه. ما يمكنش نبقى غير محصور في واحد ما لها حتى شي فائده. فهمتوا الاخوان؟ اما انك كتخرج برا المغرب برا بلادك، راه كتشوف ناس اخرين، ثقافات اخرين، كتشونجي المعلومه بينك وبين الناس، كتعطي انت شنو عندك، الاخر تعطيك شنو عندك، كتزيد تتكبر، علاقاتك حتى هما كينفعوك. خصوصا انت في الكوتي ديال الانفستيسمون تما كاين برا، راه كاين ما يدار الاخوان ديال بصح. حتى التعامل الاخوان الكريبتو برا المغرب التعامل فيه نورمال، بحال في الامارات حتى هي راه كتدخل الفلوس من بينونس كدوزو من الكونت ديالك تما كاين في الامارات. ملين كاين حتى الكونت مع بينونس كدوز الفلوس نيشان تما كاين، كتسحب بالفيزا ديالك فين ما مشيتي في العالم تخدم بها، تخلص بها اونلاين، دير بها اي حاجه بغيتيها كتشريها بها تخلص بها. الطريقه الثانيه كتعامل بالكريبتو انا ما كننصحش الانسان انه يتعامل به في دي مونطون كبارين. الامارات كلشي فيها زوين، ولكن المعيشه فيها قاصحه، خصك تكون كتدخل من بين 10 حتى 15 في الشهر. شكون قال لك اخويا الهضره هذه؟ واش انت غتدخل 10 حتى 15 في الشهر باش تقدر تعيش في الامارات؟ شوف انا نعطيك واحد النقطه ديرها في بالك. اي بلاد كيف ما بغا يكون النوع ديالها، راه كل انسان كيمشي على الجهد ديالو. انا متفق معاك، خاصك يكون عندك واحد المونطون معين، المهم ديباسي 3K 5K. متفق معاك، باش تكون انت عندك واحد لامارج كتخليها كتسيفيها باش تقدر انك تعيش، ولا مارج الاخرى الثانيه اللي كتبقى عندك باش تقدر انك تخلي الاحتياط. اما باش تقول لي 10K 15K، هذيك غير واحد الحاجه اللي بين قوسين واحد الناس كيبغيو يوهموها لك، يعني انت باش تعيش تما، باش هو يبين لك هذيك اللايف ستايل اللي كيعيش وداك الشيء. راه انا راه كنضرب هاد الارقام هذيك، ديك هو ما كيدخلش 3 كام كاع 4 في الشهر. راه اي انسان الاخوان، اي انسان كيمشي على قد الجهد ديالو، عمرك تمشي فوق من الجهد ديالك. ديك الهضره ما كايناش. 5K 3K 2K تعيشك ترونكيل. الحاجه اللي كاينه خايبه بزاف هي الا كنتي غادي تكري الكرا اللي طالع تما بزاف. شوفوا الاخوان، بغيتي تكري في واحد البلاصه اللي هي نقيه زوينه فيها ناس زوينين، حيت حتى البلاصه فين انت غادي تكري غتستقر فيها كتلعب دور، تكون قريب من الناس اخرين اللي في نفس النيفو ديالك. يعني واخا يكونوا لي دومين مختلفين، انت مثلا كدير تريدين، واحد كيدير العقار، واحد خدام في الايكوم، واحد تيدير غير الموبيل، كل واحد ديفلوبر عايش تما، كاين اللي كيدير غير الديزاين، راه كتلقاه حتى هو تما كاين جالس وخدام ترونكيل وبخير. راه الديزاين براسو، راه الناس ما تيبقاوش غير محصورين في لي سيت ويب وتيدخل $50 في النهار $100 وعايش مهدد في اي لحظه بالنقيرات. فهمتوا الشباب؟ الناس اللي كيسكيليو، راه كنقول لكم هاد البلدان هذه فقط الناس اللي كتسكيلي، الناس
اللي خاصهم باغيين يكبروا الخدمه ديالهم، باغيين يكبروا البيزنس ديالهم، باغيين يلعبوا كبير. الا بغيتي تلعب كبير راه ما غاديش تلعب هنا. بغيتي تلعب كبير وتكبر النيتورك ديالك وتكبر الارباح ديالك لي كان ديالك وتطلع لي فون ديالك كتريدر، راه ما غاديش ديرهم هنا.